يجب بأن تكون قويا حتى لا يشكل ما يقولونه أو يظنونه فارقا في حياتك. تذكر ذلك، لا تتوقف عن القتال قبل انتهاء المعركة. انتبه من الأمر، استمتع بها. اصلك خايف تبدأ تصور لاصحابك يضحكوا عليك، خايف تبدأ البيزنس اللي نفسك فيه لا تفشل، والخوف ده جاي لك لانك مخلي اراء الناس اهم من ارائك انت شخصيا، فبالتالي واقف مكانك ما بتعملش اي حاجة. بس على الجانب الاخر لو بدأت ممكن تتشهر، تجيب فلوس او توصل لحلمك. حتى لو ما وصلتش يبقى اسمك حاولت. المهم ما تنساش انك ما تحاولش ترضي الناس، ولكن ارضي رب الناس. وليه لازم نجاحي يبقى مرهون بان انا بنتقم من حد؟ انا بنتقم من مين؟ ما حدش مهتم سواء نجحت او فشلت. يعني انا كان ابويا يقولها لي كلمه كانت تعصبني زمان والله، بس لما كبرت اكتشفت حقيقتها. يا معلم اذا نجحت فانت نجحت لنفسك، اذا ذاكرت لنفسك، واذا فشلت لنفسك. انا نفسي الجيل الجديد يدرك هذه الحقيقه ببساطه شديده. الشخص الوحيد المستفيد من نجاحك هو انت، والشخص الوحيد المتضرر من فشلك هو انت برضه، والشخص الوحيد اللي ممكن بشكل او باخر يتكيف من فشلك هو انت برضه. عارف انت حته ان انا قاعد ما بعملش حاجه، قاعد حته بطيخه زي رجل الكرسي اللي انا قاعد عليه، احيانا بتبقى بتدي احساس كده اللي يقول لك بص لا ده انا مش عارف كذا. وعارف ده ايه الاسوأ ان انت تكون ما بتعملش وبتتكلم. النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ايه؟ كلمه حلوه، قال لك استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. في سيكولوجيه علم النفس نفسها، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، الناس دايما بتفسرها ان احنا لازم لما نبقى بنعمل حاجه ما نقولش للناس عشان ما نتحسدش. ده بند، بس في تفسير تاني اجمل. في سيكولوجيه علم النفس بتاعت البني ادم، انت كل مره بتبدا تتكلم عن الحاجات اللي انت عايز تعملها انت بيتولد جواك احساس زائف بالانجاز. يعني ايه احساس زائف بالانجاز؟ اللي هو انا بحس ان انا عملتها. ليه؟ لان انا كل مره بحكي انا شايف الانبهار في عينين ده والانبهار في عينين ده والانبهار، وكل واحد بيسمعني اللي هو جامد. انا دلوقتي راجل تايه، عندي مهام كتير في حياتي، مشتت ما بين حاجات كتير، ما بين حاجات في امور ديني وامور دنيتي وامور طلب العلم وامور الدعوه وامور الدنيا وطلب الرزق، في حاجات كتير 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 قوي يعني. فانا عايز بقى اخرج من القصه دي كلها، ان انا الملم شتات نفسي على الحاجه الصح اللي هتوصلني للنجاح في ديني ودنيتي. ابدا بايه؟ ببساطه خالص في 3 مساحات. لو كل واحد، وانا عايز الناس النهارده وهي بتسمع الكلام بقى. لا مش حته تكتب كمان، بس يعني تاخد الكلام ليها هي. مش بنتكلم عن الناس. يعني وانا قاعد انت قاعد تسمعني مش عايزك تقعد تفتكر محمد بن خالتك وسيد صاحبك انت. ايوه انت الكلام ده انت مخاطب بيه. أيوة. تمام. كل واحد لو عنده ال3 مساحات دول مظبوطين على الشعره كده بمزوره مش هيحس بالشتات ده. حلو. ايه هو ال3 مساحات دول؟ اول حاجه مساحه الغايه، تاني حاجه مساحه الاولويه، تالت حاجه مساحه الفاعليه او الانتاجيه. حلو جدا. فاعليه او الانتاجيه. اول حاجه مساحه الغايه. يعني ايه مساحه الغايه؟ يعني انا رايح فين. كل اللي انت حكيت لي عنه ده، الدعوه والمدرسه والكليه والشغل والعيال كل ده في الاخر انا واخده كده وشايله على كتفي ورايح بيه فين اصلا؟ فين بقى البوصله ده رايح فين. ده الغايه. تاني حاجه الاولويه، اللي هو عشان اروح فين ده بقى، اروح المكان ده المفروض اكون انا بعمل ايه دلوقتي. حلو. خلاص. طريق لا يوصل، وافضل طول الوقت موصل الوصله ما بين اللي انا يعني وانت قاعد تسمعني دلوقتي. هل البودكاست اللي انت بتسمعه ده خطوه بتوصلك للي انت رايح له؟ هل الريلز اللي انت قاعد تقلبها خطوه بتوصلك للي انت رايح له؟ هل الكورس اللي انت هتاخده هل طريقه الكلام اللي انت بتتكلمها، هل الناس اللي انت قاعد معاهم، وهكذا. الاولويه. حلو. ثالث حاجه اللي هي الفاعليه بقى او الانتاجيه، اللي هو طب انا عرفت انا رايح فين وعرفت المفروض اكون بعمل ايه دلوقتي، طب اعمله ازاي بقى؟ هي دي الانتاجيه او الفاعليه. تاني يبقى نجم اللي حضرتك بتقوله كده ان في 3 حاجات كل واحد مننا لازم. لازم حضرتك دي عشان انت عارف ان احنا اصحاب يعني حبيبي. 3 حاجات المفروض نعملهم عشان كل واحد مننا يلملم شتات نفسي. اول حاجه يحدد غايته ايه بالظبط. تاني حاجه هيوصل لها ازاي اللي هو الطريق. تالت حاجه الفاعليه والانتاجيه في الطريق ده، انه يجتهد بقى ويمشي بسرعه. انا عرفت الطريق ادوس بنزين بقى بالظبط عشان اوصل للغايه بتاعتي. صح الوقت قاعد ينفذ منك، كل يوم تتاخر، كل ساعه تتاخر، كل دقيقه تتاخر، هذا وقت ضايع ما يمديك ترجعه. بكره ما تقدر ترجع اليوم، بعد سنه ما تقدر ترجع السنه هذه. استغل كل وقت قاعد يمشي منك. الايام قاعد تمشي منك بسرعه وانت مو حاس، لذلك تقول اوه الدنيا قاعد تمشي بسرعه. اكيد الدنيا قاعد تمشي بسرعه، اكيد الدنيا قاعد تمر بسرعه، اكيد لانك مو قاعد تسوي شيء، مو قاعد تنجز، مو قاعد تخطط، مو قاعد تشتغل. اليوم يمر عليك بهاي دوبامين سبايك، مو قاعد تحس بشيء.
اكيد اليوم بيمر بسرعه، اكيد بتتعب، اكيد ما راح تتعب، لانه يومك عادي، يومك ما في اشياء مميزه، يومك ما في شغل، ما في تمارين، ما في تعب. لكن روح اسال واحد يتمرن كل يوم، يشتغل كل يوم، اجتماعات كل يوم، تطوير كل يوم، قراءه كل يوم، اليوم يمر عليك كانه سنه. كميه استخفاف، كميه انه لما اسمع ناس اليوم تمر بسرعه، انا نظره انه تعال عيش يومي، تعال عيش حياتي. انا عاوز اقول كلمتين لاخواتي الصغيرين في ثانويه عامه، واسمحوا لي اقول لكم اخواتي، فكك من اي حد بيحبطك، طنش اي حد بيحاول يصعبها عليك ويقول لك ان انت لازم تكون وتكون في الفتره دي من السنه. والله ربنا شاهد عليا، الحوار مش صعب، ولو التزمت واجبرت نفسك على روتين تمشي عليه وتعلمت من غلطاتك في الامتحانات هتوصل في النهايه ده اللي انت عاوزه. وصدقني الموضوع يستحق. الثانويه العامه بتاعتي عدى عليها 7 سنين، مفيش يوم قدرت فيه انسى. عارف ده الانجاز الاول اللي انت بتتحدى فيه نفسك وقدراتك وبتحاول تثبتها لكل اللي حواليك. حاول تثبتها لنفسك قبلهم، حتى لو ده مش نهايه العالم، خليها نهايه العالم بالنسبه لك انت، هات اخرك عشان توصل لها. ومهما هيعدي عليك زمن تفضل تفتكر اللحظه دي ولحظات اهلك، تفضل فخور بيها مهما كان منصبك في المستقبل. اوعى الاحباط ياكلك وفكك، كمل في محاولاتك، ان شاء الله هتوصل. انت مش محتاج غير دول عشان تطلع من الاوائل. في دراسه اتعملت باستخدام جهاز اسمه الاي اي جي اللي بالمناسبه بيقيس النشاط الكهربي في الدماغ، واكتشفوا انك بمجرد ما بتكتب بايدك بيحصل تزامن ما بين موجات سيتا والفا اللي انت غالبا ما تعرف. عامه دي الموجات اللي بتنشط منطقتين مهمين جدا جدا في المخ لتكوين الذاكره والمعلومات الجديده. وقالوا تعالوا نعمل نفس الدراسه ولكن على ناس بتستخدم الكيبورد، وللاسف ما حصلش نفس الكلام، وده علشان كتابتك على الكيبورد هي حركه سريعه، وده علميا بيسموه النسخ الحرفي، يعني اكن المعلومه بتعدي عليك وتنط من الشباك. انما في الكتابه اليدويه الموضوع مختلف تماما، ايدك بتكون ابطا وده بيجبر مخك على انه يفلتر ويحلل ويعيد صياغه الكلام، وهنا بيحصل للكلام حاجه اسمها انكودنج، يعني مخك بيحول اللي انت كتبته لمعنى انت فهمته بطريقتك. وعشان الموضوع يكون اوضح ومؤكد عملوا تجربه على مجموعه من الطلبه في الجامعه، جابوا حبه قالوا لهم خدوا ورقه وقلم واكتبوا حبايب قلبي، وجابوا حبه تانيين وقالوا لهم خدوا اكتبوا على اللابتوب. وهنا بان الفرق، الناس اللي كتبوا بورقه وقلم لما اختبروهم في المفاهيم كان فهمهم افضل بكتير جدا من الناس اللي كاتبه على اللابتوب. والكلام ده مش عليا ولا عليك بس، ده كمان على الاطفال، لان في دراسه تانية اتعملت على الاطفال فاكتشفوا ان الاطفال اللي بيكتبوا على تابلت مش بايديهم بيواجهوا صعوبه في التمييز ما بين حروف معينه زي البي والدي، لان مخهم ما حسش بحركه انتاج الحرف فما قدرش يفرق ما بينهم. يعني الكلام ده باختصار معناه ان انت لو بتذاكر الامتحان اكتب بايدك، واهم حاجه وانت بتكتب تفتكر ان انا علي جلاني وكل يوم معلومه جديده في كبسوله.